سلام. ايه يا مصطفى، هلا عبد الله، فين الطمأنينة في الصلاة يا مصطفى؟ قبل ما بنصلي. هي الصلاة بتاعتك دي؟ ايوه معنا ميه في المخيم، هناك نروح نشوفها. يا ابني فين الخشوع في قوم الصلاة شوف الميه يا عمي، بتاعتك؟ قوم. مياه؟ فين الخشوع مثلا في الصلاة بتاعتك انت؟ لما انت بقاك ساعتين ما جيتش، ايه يعني نعمل لك؟ انا عيط عليك. وتكرر في الصلاة عشان المياه يا مصطفى؟ خلينا احنا بدري انا وياسر يا عمي. وتكرر في الصلاة عشان المياه؟ انت بدري اخذت لك ساعتين تتوضا. ساعتين؟ امال لا ايه؟ اله الا الله. امال يعني حنستناك؟ الرسالة دي يا اخوانا بنوجهها للناس اللي بتصلي، تنك في الصلاة دي حرام. الصلاة لازم يكون في خشوع، لازم يكون في اطمئنان في الصلاة، ولازم يكون في خشوع. مش الواحد يقعد ها ايه ده؟ الصلاة ده ما ينفعش يا اخوانا، لازم يكون في خشوع وايمان. وكمان يا اخوانا في ناس في الصلاة بيفكر لي في المية، وفكر لي في مشوار، وفكر لي في حباية حش عايز وحشه، وفكر لي مش عارف فيها. لا، لازم يكون في اطمئنان في الصلاة وفي خشوع. فيعني رجاء من الناس اللي بتصلي يكون عندها يقين في الصلاة وفي خشوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.